السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما. كله خلاص امتحانات، كله دلوقتي في فترة اجازة. ماشي، انا مش جاي انكد عليك، يعني انت في فترة اجازة عيش اجازتك يعني براحتك يعني. بس اللي انا عايز الفت انتباهك ليه، اولا انا مش يعني انا بكلم، ممكن اكون بكلم ثلاث فئات. يعني في فئة مخلصة ثالثة اعدادي وفاهمين قوي وجايبين درجات كويسة جدا وعارفين المرحلة الثانوية اللي هم داخلين عليها. فالفئة ديت او المجموعه او النوع دوت من الناس، كمل زي ما انت ماشي. خليك بنفس الطريقه اللي بتذاكر بيها وبنفس الطريقه اللي بتتعلم بيها زي ما انت، مفيش اي مشاكل. وفي نوع تاني بيذاكر نص نص، وفي نوع بقى مش بيذاكر خالص، هو طالع اولى ثانوي مش فاهم اي حاجه خالص. انا كلامي موجه للنوعين دول من الناس، اللي هو مش بيذاكر اي حاجه خالص ومش فاهم اي حاجه، والنوع التاني اللي هو نص نص فاهم حاجات بسيطه. ف علشان يكون عندك يعني او تلحق نفسك بسرعه، لازم انك تبدا كورس مع نفسك او معسكر مع نفسك من دلوقتي. اعمل معسكر من دلوقتي مع نفسك، تمام؟ يعني يعمل معسكر، يعني قدامك مثلا، هو قدامك بالفعل دلوقتي بتاع شهرين على ان الدراسه تبدا. فابدا من دلوقتي، تعلم اساسيات اللي انا كنت قايل لك عليها في فيديو قبل كده. اللي هي ايه الاساسيات ديت؟ عندك نحو، انت اكيد مش فاهم نحو، تمام؟ تعلم النحو. عندك الانجليزي، طبعا ابيض في الانجليزي، تعلم انجليزي على الاقل القواعد اللي فاتتك. عندك العلوم ماده مهمه جدا. العلوم بتتقسم عندك في اولى ثانوي لاحياء وكيمياء وفيزياء، فانت تعلم الاساسيات من دلوقتي علشان ما تروحش تتصدم او ما تروحش تلاقي نفسك يعني مش فاهم اي حاجه. فاللي انا بقوله لك هنا انك ابدا دلوقتي زي معسكر، زي ما بتسمع الفرق او متابع كوره مثلا يقول لك معسكر فريق مش عارف ايه اسبوعين فين والكلام دوت. فانت بقى لا، ده اللي انا عاوزك تعمله مع نفسك. اعمل معسكر مغلق شهر ونص علشان تاخد 15 يوم اجازه، عشان يعني ما تدخلش كده حاسس ان انت بقالك فتره كبيره قوي بتذاكر وتتعب في الاخر منه. شهر ونص معسكر جد مع نفسك، تعلم فيه اساسيات العلوم، تعلم فيه اساسيات الانجليزي، تعلم فيه اساسيات النحو، تعلم فيه كل الاساسيات ديت علشان تروح فاهم وجاهز. ما تفتكرش انك داخل اولى ثانوي هيشرح لك حاجه جديده غير اللي انت كنت بتاخدها، او هيقول لك بقى خلاص انت في اولى ثانوي بقى فيعني بقى نبدا من الاول بقى ونبدا بقى. لا، انت كل اللي هيشرح لك في اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي وفي ثالثه ثانوي كل اللي فاتك قبل كده، ولكن بيزيد عليه حاجات جديده، بيزيد عليه دروس جديده. فلو انت مش فاهم اللي فاتك مش هتفهم اللي جاي. فبنصحك من دلوقتي ابدا ذاكر في اللي فاتك، تعلم القواعد، مهم جدا. قواعد والاساسيات بتاعت كل ماده مهمه جدا، تعلمها كويس جدا. بعد كده بعد ما تخلص الشهر ونص دول هتاخد 15 يوم اجازه، اعمل فيهم بقى اللي انت نفسك فيه، بقى ابسط نفسك ب 15 يوم اجازه، وتخش على اولى ثانوي وانت فاهم. تخش على اولى ثانوي وانت فاهم، بس ما تذاكرش مواد اولى ثانوي من دلوقتي. يعني انا مش برجح الفكره ديت انك تبدا تذاكر مواد اولى ثانوي من دلوقتي علشان تخش مش عارف إيه. لا، انا عايزك تذاكر اللي فاتك، لان انت لو ذاكرت المواد بتاعت اولى ثانوي من دلوقتي وجهه نظري دوت يعني هيسبب لك ضغط، ان انت حطيت ضغط الامتحان دلوقتي فوق كتافك، لما خايف قلقان مش عارف ايه والدنيا لسه بدري ولسه معاك الوقت. لا، بنصحك من وجهة نظري انك تذاكر الحاجات اللي فاتتك قبل كده. ذاكر الحاجات اللي فاتتك على الاقل ان انت امتحنت فيها فخلاص انت نجحت يا عم والف مبروك والدنيا تمام، فانت بتذاكرها علشان تقوي نفسك فيها علشان تبقى داخل اولى ثانوي وانت فاهم، داخل اولى ثانوي وانت فاهم. الوقت اللي جالك دوت فرصة استخدمه، وقت الاجازة دوت استخدمه كويس، تعلم فيه الاساسيات اللي انت اهملتها قبل كده. ودايما وبكررها مرة، ربنا مش بيضيع تعب حد، ربنا مش بيضيع تعب حد. في فئة بقى يعني ايه داخلة اولى ثانوي وهي قلقانة او متوترة، او يعني بص خلينا اقول كده ان هم على قد حالهم، يعني مفيش فلوس كفاية ان هم يصرفوا ويتعبوا يعني اللي جاي على قد اللي رايح واللي عملية الفئة ديت. فانا بقول لك من دلوقتي، انت كطالب مثلا ثالثه اعدادي اطلع اشتغل، مش عيب، الشغل مش عيب، اشتغل اي حاجه، اشتغل اي حاجه وهات مصاريف دروسك، المصاريف اللي هتصرفها في اولى ثانوي مش عيب، مش عيب، بالعكس تلاقي كتير قوي ناس بتدعمك وكتير قوي ناس هتشجعك وكتير قوي ناس هتسهل عليك، تمام؟ لان ديت حاجه يعني
تعمل حاجه كبيره، حاجه يعني عند ربنا حاجه كبيره جدا، فهتلاقي كتير قوي بيشجعك. ده كان اخر كلامي. اتمنى ان اكون يعني وصلت معلومه بشكل كويس او قدمت نصيحه بشكل كويس. وطبعا في الاول وفي الاخر هو الله اعلى واعلم، بس انا بقول لك اللي انا شايفه. لو انا مكانك كنت هعمل ايه يعني؟ لو انا كنت في الموقف ده ساعتها في الوقت ده اللي انا فيه، فكنت هعمل كده يعني. كنت هاخد الشهر ونص مثلا دول او المذاكره الحاجات اللي فاتتني قبل كده او نفسي فيها، وبعدين اخش اولى ثانوي وانا فاهم او ملم بالموضوع بشكل كويس. ولو انا الموضوع على قد حالي والدنيا مش مستريحه كويس في الفلوس، فهعتمد على الاونلاين، ومفيش مشكله انك ممكن تقدر تطلع تشتغل وتعمل كل اللي بتحلم بيه. ابدا من دلوقتي وركز في اللي جاي، وما تضيعش الوقت بتاعك، لان الوقت اغلى حاجه في الدنيا. لو ما استخدمتوش كويس هتندم بجد. تاني، الفئه اللي هي المقدره الماليه بتاعتها او فلوسها مش هتكفي، اطلع اشتغل. اطلع اشتغل بهدف انك تتعلم، بهدف انك تتعلم وتكمل تعليمك باحسن حاجه ممكنه. ربنا معاكم كلكم، ربنا يوفقكم، وان شاء الله خلي دي دايما النيه، طالع تشتغل عشان تتعلم، وربنا هيقف جنبك وهتشوف ده بعينيك. ومش عايزك تقع، عايزكم دايما كويسين، دايما في احسن حال، ودايما بتحققوا كل اللي نفسكم فيه. طبعا انا كان عندي امتحانات، ولحد دلوقتي عندي امتحانات ومضغوط ضغطه يعني كبيره جدا، يعني ربنا يستر. فيعني يمكن ده اللي خلاني بقالي فتره مش بظهر، لان ضغط الامتحانات ده في الوقت ده بيبقى صعب. يعني ضغط الامتحانات صعب يعني، بس بصراحه بعديه تبقى يعني احسن حاجه انت ممكن تبقى فيها، يعني حاجه كويسه جدا. يعني انك بتخلص الامتحانات الامتحان اصلا بتحس ان ضغط اتشال من عليك. يعني هو بتحس بالايه اللي ربنا بيقولها: يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات. تحس انك عندك رفعه كده من عند ربنا، مش من عند حد. يعني حاجه يعني كبيره. بالذات اخر حاجه احب اقولها لك، ما تعملش حاجه يعني ايه، يعني عايزه تخش الامتحان تبقى انت مذاكر، ما تبقاش داخل الامتحان داخل تغش، داخل مش عارف ايه، داخل لا. انت خش، انا اللي انا اتعلمته هعمله، اللي انا اتعلمته هعمله. غير كده تخش الامتحان وانت داخل تعصي. طب ما انت بتطلب من ربنا العلم، وبتطلب وبتسعى على علم، فهتخش تعصي في الحاجه اللي ربنا يعني بتلتمس منه ان هو يجازيك عليها خير. فبتمنى من لكم كلكم والله انكم تبقوا كويسين، وادعوا لي في الفتره دي بالذات. يعني لسه امتحانات تخلص اخر الشهر دوت يعني ان شاء الله. فاخر حاجه، اسمعوا الكلام ده، لو ما استفدتش اسمعه مره واثنين وثلاثه، علشان تعرف انت هتعمل ايه بالظبط، هتبدا بني خطتك. واي سؤال او اي حاجه، اي سؤال عايز اي معلومه، عايز اي حاجه، اكتبها لي في الكومنتات وانا هرد عليها ان شاء الله. ولكن انا كان في طالبه سالتني، قالت لي مضمون سؤالها انها كانت عايزه تذاكر المواد بتاعت اولى ثانوي من دلوقتي. فانا مش بنصح بكده قوي، ولكن ذاكر مواد ثالثه اعدادي، ذاكر مواد ثالثه اعدادي وثانيه اعدادي واولى اعدادي، ونحو وعلوم وانجليزي، وكل الحاجات اللي انت محتاج انك تتقوى فيها ديت، علشان ما تحملش نفسك ضغط. انت لسه بادئ على الامتحانات، تمام؟ تعلم الاساسيات ديت عشان هتلاقيها قدام. طولت عليكم انا عارف، ولكن اكتر كنت احس بالذنب لو انا ما عملتش الفيديو ده، مش عارف ليه يعني. بس كنت حاسس ان انا لازم اقول الكلام ده، لازم اقول الكلام ده. وفي الاول وفي الاخر الله اعلى واعلم، الله اعلى واعلم. ادعوا لي، واشتراككم في القناه طبعا بيبقى دعم ليا ان انا اكمل. اللايكات بتبقى دعم برضه ليا. يعني انا مش هجبرك، انك اهم حاجه انك تكون وصلت لك المعلومه، واني يعني على قد ما قدرت يعني اعرفها لك يعني. وفي الاول وفي الاخر الله اعلى واعلم. بس فضتكم بعافيه. سلام.